السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في مطبخ أمينة. اليوم إن شاء الله غندير واحد الحليوة كتجي لذيذة وهشيشة ومقرمشة في نفس الوقت، والمقادير ديالها ساهلين ما كتاخدش بزاف ديال الوقت. غندوزو معكم إن شاء الله المقادير وطريقة التحضير. عندنا هنا 2 كيسان ديال سنيدة، ودرنا باكية ديال الزبدة مارغرين، كنخلطوهم مزيان. ضروري من هذه المرحلة هذه كنخلطوا الزبدة مع السكر مزيان. كنبقاو كنخلطوا بحال هكا مزيان حتى كتولي على شكل بوماد. كنزيدوا عليها 2 كيسان ديال الزيت، وكنبقاو كنحركوه هكايا مزيان. هاد الحليوه راه كتجي ساهله ما كتاخدش بزاف ديال الوقت، وفي نفس الوقت راه كتجي لذيذه بزاف. كنتمنى تجربوها ان شاء الله. كنديروا الكاس الاول وكنخلطوا مزيان حتى كيندمج مع الزبده والسكر. عاد كنزيدوا الكاس الثاني وكنبقاو كنحركوا بحال هكا مزيان. كنحركوا مزيان باش ما كتبقاش ديك الزبده مفرقه على الزيت. كندير واحد الساشيه ديال الفاني، وعندنا بيضه وحده. هاد البيضه تقدروا تستغناو عليها، يعني ماشي ضروري انكم ديروها. صافي كنبقاو غاديين بحال هكا كنحركو مزيان. كنديروا شويه ديال الملحه، داك شويه الملحه ضروري. عندنا هنا الحليب نيدو حمرناه مزيان. انا هنا راه درت كاس ونص ديال الحليب نيدو، حمرته مزيان في المقله. وعاد كنبدا كنضيف الدقيق بشويه بشويه. كنخلو العجينه تكون شويه خفيفه باش كتجينا الحلوه ديالنا مقرمشه. انا هنا راني غير كنزيد الدقيق، كندير بشويه، راه ما كندلكش العجينه، غير كنحاول ندخل فيها داك الدقيق اللي كندير فيها. وصافي كنخلط بحال هكا مزيان. كتشوفوا العجينه راه كتجي شويه خفيفه. العجينه ديال الحلوه ما خصهاش تكون قاصحه، هانتوما شوفوا كيفاش كتجي خفيفه، وفي نفس الوقت راه ما كتلصقش في اليدين. دابا غنديروا بلاستيكه فوقاش غنسرحوا هذيك العجينه. كنسرحوها شويه، كنخلوها شويه غليظه، ماشي ما كتجيش بحال الصابلي، كتجي هي العجينه ديالها غليظه على الصابلي.
وصافي كنسرحوها بحال هكا. وكنديروا المرشم باش كنقطعو. كنقطعوا العجينه على شكل هلال. هاد المرشم ماشي ضروري اننا نديروه، كنديروه غير بالكاس، الا عندنا كاس كنديرو به. كنقطعو بحال هكا وكنحطو في اللاطه. انا قطعت شويه بهذا المرشم، ومن بعد راه درت غير الكاس باش كنقطع. الصراحه التقطيعه ديال الكاس كتجي احسن من المرشم. انا هاد الحلوه ما تحتاجي لها لا مرشم لا والو، ديريكت كتقطعيها غير بالكاس وكتحطي، راه كيجي الشكل ديالها زوين. صافي كنكمل بحال هكايا. هاد العجينه اللي درنا راه تقريبا كتخرج لينا 2 كيلو ديال الحلوه، كتخرج كميه كتيره. صافي كنكمل هكايا التقطاع ديال الحلوه، ومن بعد كنكون موجده بياض البيض باش كندهنها. هاد الحلوه راه ما كتاخذش بزاف ديال الوقت. تنكمل هكا حتى كنكمل الكميه ديال العجينه اللي عندي كامله. انا عندي اللوز، درت اللوز فسختو، درته في الماء طايب وفسختو وخليته حتى نشف مزيان. عاد طحنته في الهاشوار، ما طحنتوش بزاف، غير شويه كيكون مهرمش. وعاد كندهن الحلوه ديالي مزيان ببياض البيض، وكندير عليها هذاك اللوز المهرمش. الا ما كانش اللوز كنديرو غير كاوكاو ولا الجنجلان اللي كان عندنا كنديروه. صافي كندهنها بحال هكا مزيان باش كيلصق عليها هذاك اللوز. كنكمل بهذه الطريقه، وكنبدا كندير عليها هكا شويه بشويه. كنحاول نضغط على هذاك اللوز شويه هكا بيديا باش يثبت مزيان، باش كيلصق في الحلوه.
صافي كنبقى مستمرة هكا حتى كنكمل هاد الكمية كاملة اللي عندي، وكندخل اللاطة للفران. كتجي محمرة وكتجي زوينة. من بعد ما خرجتها من الفران كنحاول نخليها شوية تبرد حيتاش كتكون هشيشة بزاف. صافي كنحطها في طبق التقديم. الا كنتو ما غاديش تحطوها هذيك الساعات بطبيعة الحال راه كديرها في شي بواطة وكتسدو عليها مزيان باش ما كيدخلش ليها الهواء. كنتمنى ان شاء الله الوصفة ديال اليوم تعجبكم وتجربوها. يلا بسلامة عليكم، نتلاقاو ان شاء الله في شي وصفة جديدة.